بداية فصل الشتاء في المنطقة، وكما هو معلوم لدينا عدد هائل من المخيمات الموجودة، إلى جانب أيضا المئات من الآلاف من النازحين الموجودين في المنطقة التي استقبلت وأوت مئات الآلاف من النازحين السوريين الذين هربوا من بطش الإرهاب ونتيجة المعارك الدائرة بين الجيش السوري والفصائل الإرهابية، إلى جانب أيضا تم تدمير البنى التحتية في المنطقة أيضا نتيجة الحرب الدائرة مع تنظيم داعش الإرهابي. فهناك أقسام، لدينا عدة أقسام أو من النازحين موجودين. هناك من المهجرين الذين تم تهجيرهم من قبل جيش الاحتلال التركي الفصائل المرتبطة بها في الشهبة وتل أبيض وراس العين، إلى جانب أيضا هناك النازحين السوريين الذين جاءوا من الضفة الغربية من نهر الفرات بما فيها حتى مدينة دمشق. إلى جانب أيضا هناك ما يقارب 30,000 من اللاجئين العراقيين موجودين في مخيم الهول وروج، وأيضا 10,000 من عوائل تنظيم داعش الإرهابي في مخيمي الهول وروج. عدد المخيمات الرسمية الموجودة التي تديرها الإدارة الذاتية 16 مخيما موزعة على الأقاليم في مناطق إدارة ذاتية. في إقليم الجزيرة هناك 6 مخيمات، وأيضا في دير الزور مخيم، وفي الرقة مخيم، والطبقة أيضا مخيم، ومخيمين في منبج، و5 مخيمات نظامية في منطقة الشهباء. مع الأسف كل هذه المخيمات حتى الآن فقط الأمم المتحدة تعترف ب5 مخيمات رسمية. باقي المخيمات حتى الآن لم تدخلها الأمم المتحدة ولا أيضا المنظمات العاملة أو الشريكة مع الأمم المتحدة. فتهديد جدي أيضا على المنطقة من قبل جيش الاحتلال التركي والفصائل الجهادية المرتبطة بها أيضا يؤدي إلى موجة نزوح جديدة قد تكون كبيرة أيضا نتيجة إذا قام الجيش التركي بأي غزو للمنطقة، في ظل أيضا إغلاق المعبر الرئيسي الذي كانت تدخل فيه المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وهو معبر اليعروبية. أغلق من قبل مجلس الأمن، وحتى الآن لم يصدر أي قرار مجلس الأمن بإعادة فتحه. تقلص عمل المنظمات الإنسانية وتقاعسها أيضا، خاصة في الحرب الروسية الأوكرانية، وبرامج التي كانت مقدمة من قبل الأمم المتحدة وأيضا المنظمات الإنسانية العاملة معها أيضا تقلصت إلى أقل من النصف، خاصة في هذه الظروف. طبعا فصل الشتاء فصل قارس، وأيضا بدأت الأمطار تهطل. خيم التي كان يجب أن تستبدل حتى الآن لم يتم استبدالها، فالإدارة الذاتية ستعمل بإمكانياتها المحدودة باستبدال الخيم التالفة، إلى جانب أيضا تقديم مدافئ أو الصوبيات للنازحين الذين هم بحاجة إليها. إلى جانب أيضا في الشهر 12 ستقوم الإدارة الذاتية بتقديم مادة المازوت أو الكيروسين للنازحين الموجودين. إلى جانب أيضا وضع التعليمي والمدارس وحتى وضع الصحي ستعمل الإدارة الذاتية بالتنسيق مع بعض المنظمات المحلية العاملة في المنطقة بتقديم الخدمات خاصة الرعاية الصحية. لكن في ظل الظروف الحالية والتهديد المباشر من قبل جيش الاحتلال التركي، إلى جانب تقاعس عمل المنظمات وأيضا تنشيط خلايا تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة وخاصة مخيم الهول، مما يسبب في عرقلة عمل الإدارة وعرقلة أيضا عمل المنظمات الإنسانية خاصة في مخيم الهول. منذ فترة قامت قوى الأمن الداخلي بحملة إنسانية والأمن في مخيم الهول، وتم إلقاء القبض على العديد من خلايا تنظيم داعش الإرهابي، لكن عاود هذا التنظيم في ارتكاب مجازري بحق اللاجئين أو القاطنين داخل المخيم، وكان هناك ضحيتين هم أخوات من الجنسية المصرية في مخيم الهول تم قتلهم على يد تنظيم داعش الإرهابي، ولا زال طبعا التهديد مستمر على بقية القاطنين داخل المخيم.
الدول التي لها رعايا، وخاصة عراق التي كانت قد بدأت بعملية إعادة رعاياها من مخيم الهول، مع الأسف أيضا علقت رحلاتها من مخيم باتجاه العراق لأسباب تعود إلى داخل الحكومة العراقية. نتمنى أن تكون هناك استجابة من الحكومة العراقية وأيضا من الدول التي لها رعايا، الدول الأجنبية، أن تقوم بإعادة رعاياها وأن تقوم بتقديم الخدمات للإدارة الذاتية. نحن من جهتنا بالتنسيق مع التحالف الدولي هناك إعادة تنظيم داخل مخيم الهول إلى قطاعات، وحتى تتمكن المنظمات وأيضا الإدارة في حماية وتأمين المستلزمات للقاطنين. إلى جانب أيضا ستعمل الإدارة بكل ما تملك من إمكانيات أو المتاحة بتقديم الخدمات للنازحين. أيضا نناشد الأمم المتحدة وأيضا التحالف الدولي والاتحاد الأوروبي بتقديم يد العون للمخيمات، للنازحين الموجودين في مراكز الإيواء الذين أيضا هم بحاجة إلى مساعدات، أسوة بباقي الدول الجوار في سواء كان تركيا والعراق ولبنان وأردن. حتى الآن مع الأسف النازحين الموجودين هون هم محرومين من كل خدمات التي تقدمها الأمم المتحدة، إلى جانب أيضا أن تقوم بالضغط على الدول التي لا تقوم بدعم النازحين، إلى جانب أيضا أن تضغط على الدولة الاحتلال التركي بأن تكف يدها عن تهديد المنطقة، وأن تسحب قواتها من المناطق التي تم احتلالها خاصة في رأس العين وتل أبيض وعفرين، وأن يعودوا هؤلاء إلى أماكنهم عودة آمنة وكريمة دون احتلال. أعداد النازحين الموجودين في مناطق إدارة ذاتية أو الوافدين أيضا بحدود ما يقارب أكثر من 1,000,000 شخص، هم موجودين في مناطق ومدن مناطق الإدارة الذاتية. إلى جانب أيضا هناك العشرات من المخيمات العشوائية المنتشرة في منبج طبقة والرقة والريف دير الزور، وأيضا مراكز الإيواء موجودة في مناطق جزيرة. كل هؤلاء محرومون من الخدمات أو من المساعدات الإنسانية. فالمخيمات النظامية ما يقارب 150,000 هم موجودين، لكن البقية أو الباقية هم في مراكز الإيواء أو تم يعني وضعهم في المدن والأرياف. كل هؤلاء محرومون من المساعدات الإنسانية حتى الآن.